في الحلقة اللي فاتت فادية طلبت من جابر فلوسها وهددته انه لو ما رجعلهاش الفلوس هتقول لأمه. وبعد ما بتجيله المكان اللي بيقول لها عليه بيقتلها وبيسأل عليها الولد ده وبيقول لجابر هي فادية جوه. وبتخلص على كده الحلقة التالتة. في الحلقة الرابعة بنلاقي جابر بيحفر قبر في مكان مهجور وبيروح يفتح شنطة عربيته وبيكون قتل الاتنين فادية والولد التاني وبيشد الجثتين وبيرميهم في الحفرة اللي عملها وبيدفنهم. بيروح بيته وبيتخض من صوت البوتاجاز لما الأكل بيستوي وبيكون بيطبخ كالعادة. بنرجع بالزمن لسنة 1990 وجابر وهو صغير بيسرق من أمه السندوتشات. بتجري وراه وبتمسكه تضربه وبتحبسه في قفص وتقفل عليه. بيروح جابر المصنع وبيتفرج على البنات وهما بيشتغلوا وعلى عم صادق. وبيروح لعم صادق يقوله يا رحمة فين، وبيسأله هي هتكون راحت فين يعني. رحمة دي اللي قتلها في الحلقة التانية اللي كانت بتبعت له رسائل التهديد. وبيقول لعم صادق تحب انزل معاك ندور عليها في الإقساء. وبتطلع رحمة دي بنت عم صادق وبيقول له شكرا يا استاذ يوسف، انا وامها لفينا على المستشفيات والإقسام وما وصلناش لحاجة. وبياخد رأيه بيسأله اروح المركز اعمل بلاغ انها مختفية ولا لا، بس بيقول له لا يا عم صادق ما تأخذنيش، احنا مش عارفين ممكن تكون هربت مع حد. فبيتأثر عم صادق بالكلام ده وبيقول له جابر ساعتها هتتفضح وسط الناس. وبيقول له خد اجازة ومرتبك شغال زي ما هو وما تقلقش. بس عم صادق ما بيرضاش وبيقول له هقعد في البيت اعمل ايه، انا هنا بشغل نفسي باي حاجة وخلاص. بيقول له جابر لو احتجت اي حاجة فلوس او غيره بلغني. بتكون الحكومة بتحفر موقع عشان يركبوا مواسير وبنلاقيهم اكتشفوا جثة وبيبدأوا يبلغوا المسؤولين. بنلاقي حازم باشا بياخد صاحبه معاه وبيقول له تعالى اكتشفوا جثة واحتمال تكون جثة هالة صاحبة زينة اللي كانت في الفندق. بيكون جابر قاعد في مكتب الحاج سيد في المصنع وبيقلب في التليفون وبيشوف خبر انهم اكتشفوا جثة بنت وهم بيحفروا علشان يركبوا المواسير. بيتخض جابر من الخبر ده وبيروح لزينة يقول لها البوليس لقى جثة هالة وبيقول لها ما تقلقيش مش هيوصلوا لحاجة، انا هحلها زي ما حلتها قبل كده. بتقول له هتعمل ايه؟ قال لها لازم اعرف البوليس هيعمل ايه الاول. وقال لها انا ممكن اختفي يومين 3 كده. وبيسيب لها ميه واكل يكفوها وقالت له انا خايفه ما ترجعش بس بيطمنها. بنرجع لسنه 2018 وبتكون زينة في الفندق وصاحبتها معاها وبتقول له ان صاحبتها هالة خبطت راسها وماتت. بيقول لها فضي شنطتها وحطي هالة فيها بسرعة وبتكون بتعيط وخايفة بس بيقول لها لازم تتصرفي بسرعة. وبتعمل كده فعلا وبتاخد الشنطة وبتمشي بالليل من الفندق. وزينة بتقول له ما تتخلاش عني بس بيطمنها ويقول لها انا ما خذلتكيش زمان وبيقول انا لازم امشي دلوقتي. بيكون جابر في بيته وبيطبخ كالعادة وبتدخل سلمى مراته اللي هي اخت زينة بتزعقله وتقول له انها مش بتشوفه وبيقول لها انا كنت مسافر بره في شغل. بتتريق عليه وتقول له شغل ايه انت على طول بتاخد مني فلوس وبتسيبه وتمشي. بس بيقول لها كلمتين وبيقول لها انا بحبك وانا بسافر واشتغل وكل ده عشانك. بيقول لها تعالي نتعشى سوا وهفهمك كل حاجة. بتكون ام جابر بتسأل صاحبة فادية اللي شغالة معاها بتقول لها انتوا على طول بتتكلموا مع بعض مش عارفة هي تكون راحت فين. بتقول انا سألت الناس كلها عليها ومش عارفة هي فين برضو. بتقول لها ممكن استاذ جابر يعرف حاجة عنها لانها اخر مرة كانت بتكلمه علشان فلوسها.
وبتقول ممكن تكون أخدت الفلوس وهربت مع حد. أمه بترن عليه وبتقوله فادية مش بتيجي، ما تعرفش حاجة عنها؟ بس بيقول لها لأ معرفش. وبيقول أنا سمعت كلام كده إنها ماشية مع الولد جمال السواق اللي هو قتله برضه. بتكون سلمى مراته بتغسل سنانها وبيقول لها أنا هعملك فطار يمكن ترضي عني. الجرس بيرن وبيروح يفتح وبيلاقيه أمين شرطة. بيقول له فين سلمى؟ قال له دي مراتي. فقال له طب احنا عايزينكم في اسم الدقي. بيرد عليه ويقول له 5 دقايق وهيجوا معاه. بيكون حازم باشا مع صاحبه، بيقول له الدكتور بعت له عينة الدم اللي كانت في الفندق وطلعت هي بتاعة الجثة اللي لقوها، وما ماتتش من الخبطة اللي في دماغها، لأ دي ماتت مسمومة. بيقول له لما شافوا زينة في الكاميرات كانت لوحدها ومعاها شنطة، فممكن تكون زينة هي اللي قتلتها، عشان كده استدعى عيلة زينة كلهم. بتدخل سلمى الأول وبيقول لها هو زينة فين؟ فبتقول له في دبي. فبيعرفها ان هم لقوا جثة هالة صاحبتها مدفونة وان زينة ما سافرتش برا مصر. بتقول له انها ما تعرفش مكانها، بس بيرد ويقول هي كانت مرتبطة بحد. قالت له لأ، بس ابن خالتها اتقدم لها قبل كده ورفضته عشان ما كانتش مستلطفاه. فبيقول لها انا عاوز اسمه بالكامل. الضابط بيقول نفس الكلام ده لجابر انهم لقوا جثة هالة، وبيقول له عاوز اعرف كل حاجة عن زينة وهالة، بس بيقول له انه ما يعرفش حاجة عنهم غير سلمى مراته كانت بتحكي له بس. بيقول له اخر مرة شفتهم امتى؟ بيقول له كانت عزومة عند سلمى في البيت، وبيشوف صورة ابن حازم باشا وبيقول له ابنك ده يا باشا، وبيقعد يتكلم معاه. فبيقول له خلاص تقدر انت وسلمى مراتك تروحوا. بيكون ادم ابن حازم باشا مع اصحابه واصحابه بيشربوا حشيش. صاحبه بيقول له تجرب بس ما بيرضاش، وابوه بيرن يطمن عليه ويقول له انت كويس؟ قال له انا بذاكر. المحامي اللي سمع كلام مرات ابو جابر جه للمحامي الكبير وقال له ان جابر ده كل اللي حواليه بيختفوا، وصاحبه يوسف قال لاهله ان اتمسك، بس هو دور وما لقاهوش ممسوك. فالمحامي بيقول له دور ورا جابر واهله كمان واعرف تفاصيل اكتر. بيروح جابر للسجن عشان يشوف الحاج سيد وبيكون معاه محامي، وبيسأله عن اخبار المصنع وبيقول له كله تمام مش ناقصين غيرك انت بس. قال له انا مش هنسى جميلك انك شلت المصنع في غيابي، وبيقول له انا محدش سأل عليا غيرك في شدتي. الحاج سيد في الاخر بيقول انا جيت على اختي كتير، وبيقول للمحامي انا عاوز اكتب المصنع وكل ما املك لاختي وولادها. ام زينة بتكلمها وبتقول لها انت فين؟ فبتقول لها انا في تصوير. بتعرفها ان هالة صاحبتها ماتت ولقوها، وامها بتسألها ايه اللي بيحصل، فهميني انت مخبية علينا حاجة؟ والبوليس كمان بيقول انك ما سافرتيش برا مصر، بس برضه بتصمم وتقول لها انها في دبي. امها بتسألها مش هالة دي كانت معاكي؟ قالت لها لا، دي قالت كده عشان تروح تعيش مع صاحبها. امها بتقول لها لازم تقولي الكلام ده للبوليس، بس بتخاف وما بترضاش عشان مستقبلها. امها بتسألها يعني مالكيش دخل بالموضوع ده؟ قالت لها لا انا سافرت دبي ماليش دعوه بالموضوع ده. وبيكون جابر قاعد بيسمعها وهي بتكلم امها. بينادي حازم باشا على صاحبه ويقول له في محامي عامل بلاغ عن اختفاء بنت من نفس المنطقه اللي اختفت منهم البنات التانية، وبيقول له انا عاوز البنت دي والمحامي. بتكون ام جابر قايمه تجيب ميه بتقعد تفتكر لما قتلت جوزها وابنها جابر كان واقف بيتفرج وشافها. وبس تخلص الحلقة الرابعة. هو الفيديو خلص وانتوا لسه ما عملتوش لايك وسبسكرايب؟ أسوأ حاجة لما خنجر الإحباط يجي من أقرب الناس ليك. انتوا تعملوا معايا كده ليه؟ وبس انا كده خلصت. الحقيقة أنا ما عنديش معلومات ممكن أقولها لك أكتر من كده. شكرا.